غادي نبداو اخوتي المغاربه هذا الفيديو بسؤال كبير بزاف. واش غادي يوقع شي زلزال سياسي مع الدخول السياسي من بعد عده فضائح ديال عده وزراء وبرلمانيين؟ وغير باش نكونوا مفاهمين وباش نحطوا النقاط على الحروف، هاد البلاد واقفه بشعبها ماشي بحكومتها، هذه هي الحقيقه اخوتي المغاربه. ودابا غادي نتكلموا على ثلاثي الفرح اللي كانوا تيشكلوا الحكومه. كيف ما كتعرفوا عبد اللطيف وهبي ما بقاش امين عام ديال حزب الاصاله والمعاصره، ومع ذلك غادي نتكلموا عليه هو الاول، وغادي نخليو كبيرهم الذي علمهم السحر حتى الاخر. كيف ما كتعرفوا وهبي مبلوز، ما كاين غير جيبيا فمو وقول. بداية عنده عده فضائح وراه سبق لينا وتكلمنا عليهم في عده فيديوهات. انا شخصيا والله ما بقيت كنحمل نهضر عليه، واحسن نهار غادي يكون عندي هو النهار اللي غادي نسمع فيه باللي عبد اللطيف وهبي جراو عليه. ودابا ندوزو للعضو الثاني في الحكومه، وهنا كيتعلق الامر بنزار السبيتي. سمحوا لي، النزار بركه هذا اخوتي المغاربه هو الوزير الصامت، ما كيدير والو، ما كيخرجش يتكلم. حتى البارح اللي شفت ليه واحد الفيديو في جلسه المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وكل ما حش باللي بلاصتو قريبه طير والله ما يخرج يهضر. سمعوا شنو غادي يقول اخوتي المغاربه وشدوا في ريوسكم. خاصه في ظل ما تشهد بلادنا من صعوبات اقتصاديه واجتماعيه. خرجتي وليتي تتهضر في السياسه، كنا هانيين منك اصاحبي، كنتي ساكت ما كناش كنشوفوك كاع نهائيا. خرجتي اول حاجه قلتيها وليتي تتهضر على الثقه. دابا واش انت غادي تثقوا فيك الناس؟ انا بعدا ما نثقش فيك. عقلتي فاش كنتي قلتي لينا باللي الارباح ديال نوش هذا كيبغي يقول لينا راكم نتوما غير كظلموني، راه الازمه ديال الماء والازمه ديال غلاء الاسعار راه ماشي من الاختصاص ديالي، من الاختصاص ديال عزيز اخنوش ملي كان وزير ديال الفلاحه، ودابا ملي راه رئيس حكومه. ودابا ندوزو للعضو الاخير في الحكومه واللي هو عبد العزيز اخنوش، الرابح الاكبر من الكوارث. كيربح من الزلازل ومن الفيضانات ومن ارتفاع الاسعار، وكيربح من العذاب ديال المغاربه. حتى في كورونا ربح من بيع الاكسجين للمغاربه. حتى هو في الحملات الانتخابيه ديالو كان كيوصل لجميع المناطق في المغرب.